القبض على نور تفاحة صاحبة الفيديو الشهير اللي انا واخد لكم منه اللقطة دي اللي انتشرت على السوشيال ميديا، ومعاها تم القبض على المذيع الفرفوش او اللي انا بسميه المذيع قليل الادب. القبض على نور تفاحة بسبب الفيديوهات المثيرة اللي بتتعمد تعملها علشان الأرباح، وظهرت في فيديو مؤخراً وسط مجموعة من الشباب اللي بيحاولوا يمسكوها من أماكن غريبة. الشباب كانوا بيلمسوا جسمها بشكل غير لائق، ونور تفاحة بتتعمد تثير الجدل في الفيديوهات علشان تجيب مشاهدات وفلوس، وبسبب أفعالها غير الأخلاقية تم تقديم أكتر من بلاغ فيها وتم القبض عليها. أما المذيع الفرفوش فهو شخص بيعمل لقاءات مع راقصات وبنات عريانة، ده غير إن كل كلامه فيه تلميحات جنسية مقرحة. ويبدو أن المذيع الفرفوش مش مذيع ولا حاجة، لكنه منتحل شخصية مذيع، وهو صاحب أتقل دم على السوشيال ميديا بحسب آراء المتابعين. ضبط الراقصة نور تفاحة. ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمباحث الآداب القبض على الراقصة المعروفة باسم نور تفاحة في منطقة الساحل الشمالي بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي. نور تفاحة في قبضة الأمن. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إن الراقصة نور تفاحة اشتهرت بمقاطع مثيرة للجدل عبر حسابها في الإنستجرام، وظهرت في فيديوهات وصور غير لائقة ومخالفة لقيم المجتمع، مما أثار موجة من الغضب بين المتابعين. بلاغ ضد نور تفاحة. ودالت التحقيقات إن التحرك الأمني جاء عقب تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه نور بالتحريض على الفسق والتعدي على القيم الأسرية من خلال ما تنشره على حساباتها. البلاغ تضمن الإشارة إلى أن الفيديوهات المصورة التي نشرتها المتهمة تتضمن رقصات على أغاني وصفها المقدم البلاغ بأنها حبطة مع إيحاءات لا تليق بعادات المجتمع. فحص فيديوهات نور تفاحة. تحركت الإدارة العامة لمباحث الآداب بعد فحص البلاغ، وتم رصد المواد المنشورة من قبل المتهمة والتأكد من صحة ما ورد في الشكوى، ومن ثم تم استصدار إذن لضبطها. قامت قوات الأمن بضبط المتهمة واقتيادها إلى جهة التحقيق، حيث تخضع حالياً للاستجواب حول طبيعة المحتوى اللي بتنشره ودوافعها وراء ذلك. كما تم التحفظ على الهاتف الخاص بها لمراجعة محتوى الفيديوهات والصور اللي جرى نشرها خلال الفترة الأخيرة على حساباتها. وتواصل الجهات الأمنية استكمال التحقيقات مع المتهمة تمهيداً لعرضها على النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها. تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط البلوجر سيد غنيم الشهير بالمذيع الفرفوش واتهامه بالتحريض على الرذيلة وتسهيل الدعارة. وكانت التحريات كشفت أن المتهم اعتاد تسويل مقاطع فيديو تحتوي على لقاءات مع راقصات يرتدين ملابس فاضحة مع تضمين محتوى إيحائي وترويج ألفاظ ومشاهد تخالف الآداب العامة في محاولة لجذب المتابعين وزيادة المشاهدات لتحقيق مكاسب مادية، وذلك بعد رصد نشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي واتهامه بنشر محتوى غير لائق يتضمن تحريضاً صريحاً على الفسق وتسهيل أعمال منافية للآداب.